جاستن بيبر يصدم الجميع. نعم يا أصدقاء، بصراحة أنا تحت الصدمة، فكرتون سيمسون قد جسد من قبل قصة جاستن بيبر. وهنا بارت يقصدون به جاستن بيبر حين تعرف على ديدي وعرض عليه الشهرة والغنى. فكما نعرف يا رفاق، جاستن بيبر كان صغيرا، أي أنه لا يتحمل مسؤولية ما يقوم به. وهذا ديدي هو منتج أغاني أمريكي، ويعتبر أكبر منتج أغاني في العالم، وثروته لا تقدر بثمن. فقبل سنوات اتهموه باغتصاب الأطفال والمتاجرة بأعضاء البشر، لكنه نفى الأمر تماما وأخذ طيارته الخاصة وهاجر إلى خارج أمريكا. لكن لحسن الحظ قبل فترة قصيرة ألقوا القبض عليه في فندق في أمريكا. لكن حسب الأخبار المتداولة أنه كان يتحرش بكل المغنيين والمغنيات، وكان يصورهم فيديوهات مخلة بالحياة. لكن عندما اقتحمت الشرطة منزله وجدت آلاف قارورات الزيت من زيت جونسون للأطفال، وهذا أمر غريب يا أصدقاء. ووجدت أيضا أشرطة فيديو لكل المشاهير الذين تعامل معه، ولكن من بعض الضحايا في هذه القصة هو جاستن بيبر، نعم، الذي كان كرتون سيمسون قد جسده في شخصية بارت. وهذا ما جعلني تحت الصدمة، لأن هذا الكرتون دائما ما يجسد كل قصص العالم، وكل الأشخاص أصبحوا يخافون هذا الكرتون. انظروا إلى هنا، كأنه جاستن بيبر وهو يبكي على ما حدث له في طفولته. نعم يا رفاق، لأن ديدي كان شخصا سيئا للغاية. ويقولون أن معظم أغاني جاستن بيبر كانت فيها تلميحات، خاصة أغنية يامي، كأنه يقول أنه هو مثل قطعة حلوى، يعني وهي الضحية. فهمتم قصدي يا رفاق؟ لكن للأسف أعتقد أنكم كلكم فهمتم ما يقصده جاستن بيبر بهذا الكليب، يعني يوضح للمشاهد شيئا ما. فهمتموني طبعا. وهذه اللقطة وهي دليل على أن ديدي، فهمتموني يا أصدقاء بدون أن أتحدث. لهذا يا أصدقاء اتركوا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم جديدي، فمع دانو دائما الجديد. فإذا أردتم جزءا آخر توضيحي اكتبوا لي.